اوعى تجيب كلب البيجل قبل ما تسمع الفيديو ده. كلب البيجل يعتبر من كلاب الصيد، اصوله من انجلند، من انجلترا، ويعتبر من اشهر الكلاب اللي بيتم استخدامها او يتم اقتنائها داخل المنازل في الولايات المتحدة الامريكية. والمفاجأة الاكبر ان كلب البيجل كمان بقى من اكتر الكلاب المحببة داخل جمهورية كمان مصر العربية. هقولك على مميزاته، وفي نهاية الفيديو هقولك على عيوبه عشان تخلي بالك، عشان لو العيوب دي مش هتتناسب مع نظامك المعيشي يبقى تصرف نظر تماما عن كلب البيجل. اول ميزة واهم ميزة في كلب البيجل ان هو كلب متوسط الحجم. كلب مش محتاج مساحة كبيرة، مش محتاج يكون عندك روف او عندك جاردن او عندك شقة كبيرة، تقدر يعيش في داخل منزل صغير. اقصى وزن بيوصله تقريبا من 10 ل 12 كيلو في مرحلة البلوغ. كمان بيتميز ان هو شعره قصير، فمش بيحتاج اهتمام كبير بالنسبة للنظافة، وكمان مش هيسبب لك مشكلة في جزئية تساقط الشعر. كلب يتميز بشكله الاتراكتيف، يشدك. ليه بقى؟ عشان الكلب ده عنده 3 الوان في جسمه. معظم السلالات بتبقى لون واحد، البيجل بيتميز بثلاث الوان متداخله، فيسعد الناظرين وانت شايفه قدامك كده، تتبسط ان انت شايف كلب البيجل قدامك. واكبر ميزه فيه ان هو فاميلي دوج، كلب منزلي ومحب للاطفال بشكل كبير، فما فيش اي خطر على اطفالك من اقتناء كلب البيجل في المنزل. اما بالنسبه للعيوب، هو زي ما احنا قلنا هو كلب صيد. كلاب الصيد بتعمل ايه؟ حركتها زياده، عندها باور، فالباور ده لازم يطلع بالديلي روتين اللي انت بتعمله للكلب، التمشيه اليوميه. مفيش مانع ان احنا نحضر له بعض الالعاب كده والكور ونرميها وهو يجري عليها عشان يطلع طاقته، فيرجع البيت يكون هادي وجميل وظريف. النقطة التانية اللي يقال على كلب البيجل ان هو الى حد ما بيستخدم النباح. هو بيستخدم النباح مش عمال على بطال، هو بيستخدم النباح في حالة احساسه بالخطر، او لو عايز يلفت نظرك ان في حاجة غريبة في الوقت اللي هو بينبح فيه. النقطة الأخيرة في كلب البيجل إن هو بيحتاج قائد قوي، لازم تكون قائد مسيطر. كلاب الصيد كلاب ذكية جدا، عايز أقول لك إن كل ما الكلب يكون ذكي كل ما بيحتاج قائد مسيطر وصاحب يقدر إن هو يديله أوامر، ويقدر إن هو يمشيه على نظام تدريب عشان يطلع أحسن ما في هذه السلالة. قول لي ربيت كلب البيجل او لا، قول لي رايك ايه في اللي انا قلته النهارده، في مميزاته وفي عيوبه، وقول لي كمان في الفيديو القادم عايزني اتكلم على اي سلاله. انا اسمي احمد باهر او عاشق الكلاب. شكرا ليكم، سلام عليكم.